السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم متابعينا قناة أكل ومشاوير. اليوم حابين نعمل معاكم أكلة الرز بالبازيلا مع الدجاج. خلينا نشوف طريقة العمل والخطوات. هلا هون أنا سلقت تقريبا دجاجة يعني مقطعة، خليت الجلد عليها. بعد ما نقعتها وغسلتها، طبعا نقعناها بالخل والليمون والملح. هلا أنا حطيتها للسلق، حطينا المطيبات عليها: البصل، الورق الغار، كبش قرنفل، الهيل، القرفة، العيدان. وكمان أنا بحب أحط البهار الحلو، وحطينا لومي وملح وفلفل. هاي كل بهاراتنا وشوية زيت زيتون. نتركها تقريبا يعني لمدة شي 40 دقيقة حسب حجم الدجاجة طبعا، ومنغطي عليها ونتركها على نار واطية لحد ما يستوي الدجاج. هلأ هون بطنجرة بنحط معلقة سمنة وزيت قلي، أو ممكن تحطوا بدل زيت قلي زيت زيتون حسب الرغبة. ومننزل عليهم بصلة مقطعة ناعم مع رشة ملح، ونتركهم على النار لحد ما يدبلوا، يعني شوية هيك يتحمروا شوي، يعني يصير شوية هيك على يعني يدبلوا شوي، يشقروا خلينا نقول. بعد ما شقر البصل نزلنا عليهم الجزر، عشان الجزر بده وقت شوي ليستوي. حطوا هيك يعني من قلبهم بالزيت، خليه تتغلف الحبة بالزيت، وبعدين بنغطي الطنجرة هيك شوي يستوي على البخار. بعد ما استوى الجزر بنحط عليه بازيلا. هلا انا البازيلا اللي جايبتها هون معلبة، كان هذا المتوفر عندي، ممكن تجيبوا مجمدة او طازة. بننزل عليهم الرز، رز بسمتي. يعني البازيلا ما كانت بدها سوى لانه اوريدي يعني مطبوخة. بننزل عليهم رز بسمتي، هون نزلت 4 كاسات. ممكن تستخدموا أي نوع رز بتفضلوا، بس أنا بفضل والله بهاي الأكلة رز البسمتي. وحطيت بهاري مشكل ومعلقة كركم وشوية قرفة، وبس. نقلبهم برضو مع الزيت، وبعدين بدنا نضيف عليهم مرقة اللي سلقنا فيها الدجاج. هلأ هون بنترك الرز لحد ما يغلي وتنقص المي، بعدين بنغطي عليه ونتركه على نار واطي لحد ما يستوي. بالنسبة للدجاج اللي سلقناه هلأ بدنا نحطه نشويه بالفرن. بندهنه بزيت، وأنا بحط عليه رشة ملح ورشة فلفل وبابريكا، وبنحطه بالفرن. هلأ ممكن كمان نعمل خلطة تانية اللي هي ممكن لبن مع معجون بندورة، لكن اليوم احنا حبينا نحط بس زيت زيتون وملح وفلفل وبابريكا، وبنحطهم بالفرن بنشويهم، بيطلع طعمهم كتير أطيب. هلأ هيك بكون نقصت المي عن الرز، بنوطي النار وبنغطي عليه وبنتركه تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة على نار كتير واطية لحد ما يتفلفل الرز. هيك بكون الشكل النهائي طلع معنا. طيبة كتير وسهلة وسريعة، بتمنى انكم تجربوها. هلا نحن بنقدمها اذا بتحبوا مع لبن، خيار بلبن، او دقوس الصلصة الحارة سبق وعملناها، او ممكن سلطة اللي بتحبوه بتفضلوا. صحتين وعافية. وكمان طبعا ممكن تزينوها باللوز، الصنوبر، الزبيب، القلوبات اللي انتم بتحبوها، او ممكن لا تكون اقتصادية بدون تزيين، يعني اللي انتم بتفضلوه بتحبوه.
كرما لا أمرا تعملوا لنا متابعة وسبسكرايب حتى نستمر.